شهاوي على حاجه. بس عايز اعرف رايك. مش اتفضل. محمد صلاح، وجود محمد صلاح في المنتخب، هل هو بيقدم قوه وميزه، ولا هو بالنسبه للمنتخب هو عبء وعيب في وجود حسام حسن؟ سؤال فخ جامد بس انا جدا. هجاوبك عليه. محمد صلاح كنجم محدش يقدر يقلل منه، الراجل ده اسطوره، الراجل ده انجح لعيب في تاريخ الكره المصريه. تمام. بس انا بالنسبه لي انا بقيسها بحاجه، منتخب مصر يا تامر اقرب منتخب ليه في العالم منتخب ايطاليا. احنا الاثنين منتخبات من اكتر المنتخبات الناجحه في تاريخ الكوره. مم. منتخب ايطاليا كان عنده ديلبيرو وانزاجي وفييري، ايطاليا مم. بينزلوا يلعبوا 11 ايطالي راجل في الملعب. منتخب مصر احنا نفس النظام، 11 راجل في الملعب، لحد ما الخصائص اتغيرت. واقرب مثال نادي اليوفنتوس قبل كريستيانو كان حاجه، كريستيانو جه مش تقليل من كريستيانو، غير هويه النادي كله، عايز اقولها لك بكلمه، بوظ النادي. بوظ النادي. بس خلاص. محمد صلاح انا لو انا هنزل مثلا العب الفرق اللي قدامنا خايفه منه، بس احنا وصلنا بالموضوع ايه بقى؟ من بعد منتخب مصر مثلا، قبل كده لو انا قلت لك اختار لي نجم منتخب مصر هتقول ال 11. كل واحد ليه راي، اللي هيقول لك حسني واللي هيقول لك شوقي واللي هيقول لك تريكا الحضري. ومتعب والحضري آه. وجمعه وكده. نجم منتخب مصر دلوقتي هتقول صلاح بس. مم. منتخب مصر طول عمره كان بيعتمد على الجماعيه، احنا بننزل 11 واحد طالعين من الدوري المحلي، بننزل قدام فرق افريقيه عندها 11 محترف في احسن انديه العالم. قبل الماتش الكلام على الورق ان هم هياكلونا، يخلص الماتش بلغه الكوره بلعناهم 4-5 تجوان. ليه؟ لان احنا كنا بنلعب بالمنظومه، وطول عمر مصر بتلعب منتخب المنظومه. تمام. عشان كده انجح منتخب، معلش احنا ما جبناش محترفين في تاريخنا زي المغرب. احنا عندنا لعيب لعب في الدوري المحلي عصام الحضري، بلاش وائل جمعه، معاه بطولات قد منتخب المغرب 3 مرات كنادي وكمنتخب، مع تمام. احترام. تمام. محمد صلاح انت محورت الامور حواليه. محمد صلاح عايز شرط الكابتن المنتخب بالادميه، احمد فتحي بالامر ادى لصلاح. احمد فتحي صحيح. ده باك يمين تاريخي، يعني ما مم. بنتكلمش عن محمد هاني، خسرت انت احمد فتحي لحد ما مشى من المنتخب. عبد الله السعيد هيلعب ليه؟ صاحب صلاح. ابو عمر جابر الكابتن محمود جابر هيدرب المنتخب، صاحب محمد صلاح. اوعوا تزعلوا صلاح. صلاح نازل الممثلين رايحين له عايزين عيالهم يتصوروا مع عايزين صلاح يتصوروا بس. فطلعت صلاح بره التركيز. صلاح حلو واحنا حلوين، لا ده مش منتخب. صلاح وحش احنا وحشين. صلاح ينزل الملعب. منتخب مصر طول عمره معلش حسام حسن، ده حسام حسن واللعيبه ديت كانت بتنزل تدافع في وسط الملعب، ومن بعدهم عماد متعب وعمرو زكي، معلش دول مش قليلين برضه. مع محمد صلاح احنا بمزاج محمد صلاح. محمد صلاح يلعب وينج خلاص، لو في وينج تاني كويس لا ما تجيبوش، عشان حتى وجوده على الدكه ما يضايقش صلاح. صلاح نونوت وعايز يلعب مهاجم قريب من الجون، عايز يجيب جون، يبقى المهاجم ينزل وسط الملعب اللي هو مش دوره عشان صلاح يتقدم. صلاح لو معاه الكوره هيبقى احسن منه، بس صلاح لو وحش في الاخر وصل بينا الامر بقى ايه اللي احنا بقالنا من 2010 ما كسبناش بطوله افريقيا. وصلنا بس منتخب مصر لما بيوصل النهائي بيكسب البطوله مع احترامي. طب انت وصلت؟ ما هو ما عملش حاجه. ها؟ ما وصلت النهائي. خلينا نكون صراحه، ماتشات مصر التاريخيه في النهائي كل لعيب زايب لك ذكرى في كل بطوله كسبناها. انا قدام السنغال هو كان بيحاول شويه، قدام ماتش الكاميرون انا فاكره لحد دلوقتي ان جاب الجون المنتخب كله طلع، ما تعرفش بقى هم قال لك هنكسب البطوله. صلاح حتى لما الجونين جم ولا كان موجود. ده مش تقليلا من صلاح. صلاح ليفربول غير هو محمد صلاح بتاع المنتخب. صلاح مع ليفربول بيرجع يدافع، صلاح متعاون جدا مع الفريق، لكن هنا اللاعب مجبر ان هو يبصيله الكوره. معلش دي لعيبه مش قليله. صحيح. لو انت مثلا لو محمد صلاح اعتزل، ما هيعتزل، ما هو مش قاعد تمام، بعد ما يعتزل ومنتخب مصر كسب البطوله هتقدر تصنف؟ ما هو ساعتها واحد هيقول لك ده مش اسطوره، ما هو في فترته ما كسبش بطوله مع منتخب مصر. فانا شايفه، مش عايز اطول في الموضوع، انا شايفه مش حته عيب قوي، بس وجوده طغى على المجموعه، على فكر المجموعه ولغاها، وده ضد هويه منتخب مصر. احنا منتخب ما بنلعبش بالمزاج، احنا منتخب بنلعب بانضباط، عشان الانضباط اكتر حاجه في الدنيا بيبقى سبب على توفيق ربنا في النجاح، واحنا نجحنا على حس الانضباط. 7 بطولات افريقيا، اسياد القاره بلعيبه كلها محليه. النقطه اللي عايز اكلمك فيها يا محمد، ان كل اللي بتقوله ده صح، ووجود صلاح وتأثير صلاح، وان صلاح هو النجم الاوحد للفريق، رغم انه حصل قبل كده ايام ما كان ميدو هو النجم الاوحد للفريق. لكن انا عندي خلاف بسيط، او حاجه بتطمني، او حاجه اتكلمت عنها كتير وهتكلم عنها، هو برضو وجود حسام حسن. صلاح ايام كروش وايام فيتوريا هو كان النجم الاوحد للفريق، وايام كوبر كان النجم الاوحد للفريق. وانت عارف قصه باسل صلاح وقصه الخطه بتاعت كوبر والكلام ده، ونرمي له الكوره وخلاص، تمام، و10 بيدافعوا وصلاح هو اللي بيهاجم لوحده في نص الملعب، ومتعلقين احنا بمستواه. صحيح. لكن انا مش شايف ان ده ممكن يحصل في وجود واحد زي حسام حسن. حسام حسن وكاريزما حسام حسن، لو انت فاكر انا قلت لك قبل كده ان ده الشخص الوحيد اللي يقدر يسيطر على نفوذ محمد صلاح هو حسام حسن. حسام حسن ككاريزما، كتاريخ. انا قلت لك قبل كده ان الراجل ده كان صلاح وهو عيل صغير قد يكون معلق صورة حسام حسن عنده في الأوضة. تمام. فأنا الثقة اللي عندي أو الحتة الإيجابية اللي عندي هو
كاريزما حسام حسن وسيطرته وقدرته انه يسيطر على واحد زي محمد صلاح، انه يقول له عايز ترجع، يعني انت هترجع تدافع هترجع تدافع، تمام، هتهاجم ما تعملش، تمام، لا انا مش، انا عايز العب مهاجم، مفيش حاجه اسمها كده، انا عندي مهاجم بيلعب. فسيطره حسام حسن على محمد صلاح انا شايف انها ميزه، ان صلاح مش هيشرد بره القطيع وهيبقى لوحده، لا هيبقى في حد كوتش بره بيعرف يسيطر عليه وعنده القدره انه يطلعه. انا بتكلم ان حسام حسن، مش هقول لك ان هو بيخاف من الاعلام، او انت عارف حسام حسن بيعمل ايه وبيطلع يتكلم ازاي، مش خوفا من الاعلام، بس هو عارف قيمه الراجل ده وبيعرف ازاي يهندل الراجل ده، لكن مش معنى ده ان صلاح هيبوظ المنظومه. انا ما شفتش، معلش يا تامر انا مختلف معاك، مش تقليلا من صلاح اسطوره عالميه ما حدش يقدر يقول عليها حاجه، ومن وجهه نظر انجح لاعب في تاريخ الكره المصريه، تمام. بس دلوقتي انت بتتكلم في حته بتقول كاريزما حسام حسن، معلش حسام حسن راجل محترم وعلى عيني وراسي، وطبعا ده الكابتن حسام، بس هو كمدرب مثلا هل هتقارنه بيورجن كلوب؟ ما هو دلوقتي يورجن كلوب يا ريت اوصل لك سؤال، يورجن كلوب ما كانش لاعب تاريخي بس مدرب قوي، كابتن حسام حسن كلاعب اقوى منه كمدرب. ممكن صلاح ان هو بيتعامل مع حسام حسن المدرب، ما هو دلوقتي كل واحد وليه فترته وزمنه، فدلوقتي احنا في فتره صلاح. انا مش عارف، بس هي قصه يورجن كلوب اللي دخلها ايه، ان يورجن كلوب كان مش عارف يسيطر على صلاح؟ لا كان بيسيطر على صلاح. ما هو كان بيسيطر على صلاح عشان ده ليفربول وكده، لكن صلاح اللي انا شفته من هنا ان هو حتى لو جاله مدرب زي حسام حسن ممكن ما يكونش سيطره زي سيطره مدربين الاجانب. انا مختلف معاك في نقطه ان احنا بنتكلم على المنتخب المصري، تمام، مش على النادي. المنتخب المصري مع مدرب مصري ذو شخصيه وكاريزما اعرف اسيطر على اي حد، زي ما حصل قبل كده شاول لو تفتكر، حسن شحاته وميدو كان هو افضل لاعب في مصر، ده كان ميدو، الراجل كان بيلعب في توتنهام، الراجل كان بيلعب في بره. فلما جه حسن شحاته في ماتش السنغال وقال له اطلع وانزل، والمشكله اللي الناس كلها عارفاها طبعا، ده هل كان حسن شحاته بيراهن؟ لا، حسن شحاته عارف هو بيعمل ايه وقدر يسيطر على ميدو. فانا ده اللي انا طمعان فيه مع كابتن حسام حسن بالنسبه محمد صلاح. طب لو ده حصل بقى عندك نقطه قوه جباره وهو محمد صلاح، وملتزم تكتيكيا، تمام، نتمنى كده، دي نقطه، ملتزم تكتيكيا مع المدير الفني بتاعه. اي فريق زي ما بيحصل دلوقتي على الورق، ان وانا لو بلاعب منتخب مصر وانا فريق ايا كان الدوله بتاعتي، هعمل حساب لمحمد صلاح في البلاتفورم بتاع. لازم يا جماعه، انا عايز اوصل وجهه نظر، انا دلوقتي مش بتكلم من تقليل من قيمه صلاح، ده هو اللي بيخوف الفرق، بس بتكلم ان كل فريق ليه نظام. وانا استشهدت لك باليوفي، هل مثلا كريستيانو ده لاعب اي كلام؟ ده اسطوره كره القدم، بس الفكره ان هو وجوده معاهم بدليل ساب اليوفنتوس دلوقتي بقى مركز رابع مركز خامس، هو راح لليوفي كان واصل نهائي مرتين شامبيونز ليج، وكان كسب الدوري 9 سنين ورا بعض، كسب دوري من اقوى دوريات العالم. فهي الفكره دلوقتي انا بتكلم بس في فكره ان كل واحد وله نظامه. يعني مثلا انا شايف الفكره ان هي بتاعت النجم الاوحد وكده، دي بتنفع قوي مع تونس، مع الجزائر، مع المغرب، هما بينزلوا مهما كان عندهم فوضى مقارنه بمنتخب مصر، بدليل ان احنا كسبنا البطوله 7 مرات، هم طول عمرهم عندهم محترفين وكل واحد كسبها مره وزايد بيها. فانا كنت بتكلم كده، لكن حته اللي تامر قالها ان بتظبط قوه لعيب، شخصيه اسطوريه لعيب اتطوعت لخدمه الفريق، لا انت كده كسبت 100%. بالظبط، وده اللي انا بقول لك عليه، ان انا مستنيه من كابتن حسام حسن. يعني انت مستني ان صلاح يفتح صفحه جديده في تاريخ مشاركاته مع المنتخب في البطوله ديت مع وجود الاسطوره حسام حسن؟ هقول لك على حاجه، هو اوريدي صلاح فتح صفحه جديده، وفتح صفحه جديده مع حسام حسن نفسه، تمام، ده كلام جامد قوي. فتح صفحه جديده مع حسام حسن، لان صلاح ما عادش عنده الوقت اللي يخليه يقول لك لا انا هشوف بعدين. صلاح لو ما كسبش بطوله افريقيا السنه دي، يعني ربنا يديله الصحه وكم لابس، هو مش هيكسبها تاني خلاص، ما عادش ينفع. والجيل بدا يعتزل واحد ورا الثاني بدا يعتزل. كان موجود معاه النني وكان موجود، ما عادش موجود الكلام ده. صح، ده حقيقي. وانت عارف ان الثنائيه بتاعت النني وصلاح ديت رغم اختلاف كتير الناس على الني، لكن الثنائيه بتاعت النني وصلاح دي كانت ثنائيه ازليه، يعني كل واحد بيحب حد يريحه، ده حقيقي، المقاولين، وكان مريحه فعلا في المنتخب، ده حقيقي. تمام. والمحمدي كان بيلعب باك يمين وكان ازاي بيخدم على صلاح. فدلوقتي صلاح ما عادش قدامه فرصه، وصلاح اللي انا شفته بعد اللي حصل معاه في ليفربول، وانه بقى قاعد دكه والاتهامات والكلام اللي بيبقى ضده، صلاح مش عايز دلوقتي غير انه يكسب البطوله. انا مراهن على الحته ديت، انت خدتها من على بوقها تم، دي الحاجه الوحيده اللي انا مراهن عليها، مش كفتره تاريخ صلاح مع المنتخب، لا الفتره ديت صلاح دلوقتي بيواجه انتقادات ما يعلم بها الا ربنا. جمهور ليفربول والجمهور الانجليزي عاطفي، بيحب صلاح النهارده، صلاح عندنا احسن من ميسي،
تاني يوم صلاح ما ينفعش يلعب كوره، هم بيتعاملوا بالقطع فعلا. فدلوقتي هم قلبين عليه جامد، وكمان الاداره ما وقفتش في ظهره، وقفت مع المدرب الفاشل اللي بيدربه اللي اسمه سلوت ده. فصلاح احسن رد يرجع وعلى شخص عنصري بغيض زي جيمي كاراجير، اللي هو ما على راي مورينهو جيمي كاراجر ده عمل ايه؟ ده مورينهو قال من احسن 1000 مدافع في تاريخ الكوره جيمي كاراجير ما يتحطش معاه. لما يقلل من صلاح وكده ويقول ان منتخب مصر، انا بتكلم صلاح عشان احنا عايزين نكسب البطوله، هو كان بيتكلم من باب الانتقاد وبيقول لك ده اي كلام، وهو اصلا مش عاجبهم حاجه زي بطوله افريقيا هو وكلوب والناس دي، وعايزين نبقى نتكلم عنها ان شاء الله. لما صلاح يرجع له وهو شايل كاس افريقيا، ده احسن رد على الناس دي كلها. اتمنى ان المنتخب يكسب البطوله وصلاح يشيل اللقب. احنا شفنا صلاح ومشينا معاه خطوه بخطوه من ساعه ما طلع من بره مصر، تمام. وفي نقطه دايما انا بذكرها، ان محمد صلاح هو لاعب ذكي. صلاح مش دماغه مش مسوحاه. انت عندك محترفين كتير وعندك لعيبه كويره كتير طلعوا بره ورجعوا نتيجه ايه؟ مشكله في العقليه. انا هقول لك حاجه يا تامر، اتفضل. هكمل لك بس النقطه دي. اتفضل. صلاح ذكي، وصلاح عارف الوضع اللي هو فيه حاليا، وعارف ان بطوله افريقيا دي هي الباب اللي هيرجعه للمجد تاني، المجد العالمي الاوروبي. انت داخل دلوقتي، هتبقى داخل بدايه الموسم انا معايا بطوله افريقيا. فاللي كان بيتقال زمان اصل صلاح بيلعب بالشوكه والسكينه، انا مش شايف ان ده هيحصل نهائي في البطوله دي. وانا بقول دلوقتي للناس احنا لسه ماتش مصر ما اتلعبش، الماتش اول ماتش في النهارده. فان شاء الله هيبقى الكلام ده حقيقي، ان صلاح هتشوفه بيموت نفسه. نتمنى زي ما حصل. شفت ماتش الكونغو بتاع الصعود لكاس العالم، كان بيموت نفسه كلام سليم. وده اللي هيحصل معاه دلوقتي. صلاح كان نفسه يصعد كاس عالم، صعد كاس عالم. صلاح نفسه ياخد البطوله، وده اللي هيغير الفكره دي خالص. انا تعقيبا بس نهايه الموضوع ده، انا عايز اقول حاجه من وجهه نظري واتحملها محمد الشهاوي، رايي في محمد صلاح. محمد صلاح ممكن ما يكونش احرف لعيب او امهر لعيب جه في تاريخ الكره المصريه، بس انا وكلمه للتاريخ وشهاده حق والله، محمد صلاح ارجل لعيب جه في تاريخ الكره المصريه. راجل مسك في النعمه بايده واسنانه، انا بتكلم كلام عامي يوصل للناس كلها. راح اوروبا رحله كفاح بمعنى الكلمه. ابراهيم سعيد راح صبغ شعره 6 شهور ورجع، وميدو بقصص، ولعب سنتين وبيحكي قصص ل 200 سنه، وكلهم في الفنكوش. حتى محمد زيدان مع احترامي ليه، ده موسم مع بروسيا ولا 2، لكن ده يروح يلعب مع تشيلسي. معلش يا تامر، انت عارف مورينهو وشخصيه مورينهو واللعيبه تشيلسي تتجمع عليه، يسيب الفريق يروح روما. الدوري الايطالي دوري طف وصعب طول عمره، يتالق فيه ويبقى نجم الدوري، ويرجع من الباب الكبير للدوري الانجليزي. احسن لاعب الناس بتتكلم. احنا شفنا ليفربول، وتامر بيتابع كوره من زمان كوير قوي تامر، وبرضه انا روبي فولر والكلام ده، انا ما كنتش اتخيل في يوم من الايام عشان اجيبها من الاخر ان لعيب زي تيري هنري يبقى محطوط كده، ومحطوط معاه لعيب مصري يعني ولا افريقيا حتى. يعني دروجبا والكلام ده مع احترامي ولا افريقيا والله يتحط مع هنري في نفس الخانه بتاعت الصف. ومحمد صلاح يبقى كده، لا هو نجم اسطوري. نتمنى زي ما تامر قال وزي ما انا قلت ان هو دي اخر فرصه ليه يعمل حاجه يضحك بيها نظريه المنتخب. احنا مش واخدين موقف ضده، لا ان المنتخب الراجل ده كان لازم يكسب بطوله، ويكسب البطوله ده ان شاء الله. ومنتخب مصر والله العظيم احنا بنتكلم مش عاجبنا المنتخب، والناس بتتكلم ورابطه قصص ان حسام حسن عامل مشاكل مع حلمي طولان، ده ما يليقش بمنتخب مصر ولا يشغلنا احنا دلوقتي ولا يشغلنا. بس هو بس حاجه وبنتكلم في منتخب مصر ده قسما بالله يعني، معلش لو انا بتكلم المره دي احنا بنتكلم عن المنتخب مش اي حاجه، ان منتخب مصر لو عظم في قفه انا خاف منه والفرق تخاف منه، ولو عظم في قفه مرشح للبطوله. هو في النهايه عشان نقفل بس قصه محمد صلاح، الحته دي مهمه. انا براهن على ذكاء محمد صلاح، كلام سليم، على ذكاء، وانا عارف ان هو ذكي زي ما قلت لك، كلام سليم. فنتمنى ان شاء الله ان هو يقدم لنا افضل ما عنده في النسخه القادمه دي. انا